أخبار بطولة. وقع أمين عزري لموسمين مع نادي نهضة بركان بعد شراء عقده من نهضة الزمامرة. يحل اليوم الخميس اللاعب أكرم النقاش بالإمارات لتوقيع العقود الرسمية مع نادي خرفكان بعد شراء عقده من نادي الجيش. توصل نادي الوداد بعرض من الظفر الإماراتي للتعاقد مع المدافع منعم بوطويل. في انتظار التفاوضات قررت إدارة الفتح الرياضي التراجع عن التوقيع مع سليمان المراني، فيما يتجه الفريق للتعاقد مع أمين فرحان. يفاوض نادي الجيش الملكي إسماعيل المقدم بعد أن أصبح اللاعب حرا بفسخ عقده مع العلا السعودي. كما أكمل الفريق التعاقد مع المدافع نوح العبد بصفقة بلغت 170 مليون سنتيم قادما من واديبو. يقترب نادي المغرب الفاسي من التعاقد مع لاعب الوداد سيف الدين بوهرة. تعاقد نادي حسنية أكادير مع لاعبين أجنبيين، ويتعلق الأمر بأندري فريدي بولمان لموسمين وفريدي خوسيه ديمبي لموسمين. كما وقع النادي مع وليد الجرموني ل3 مواسم. يدشن رشيد الطوسي اليوم أولى الحصص التدريبية مع نادي كوكب المراكشي بعد التوقيع لموسمين. قام المدرب أمين بن هاشم بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وبرمجت حصص تدريبية لكل مجموعة. يتوقع أن المجموعة الثانية تخص اللاعبين المرشحين للمغادرة وتضم 17 لاعب. كما تم تصعيد 5 لاعبين من فريق الأمل.